الدنيا في البيع هاديه جدا، ده امر طبيعي ووارد، فما حدش يقلق. انت داخل على شهر رمضان، الفتره دي من كل سنه بيكون الناس والسوق وكل الاتجاهات رايحه اكتر حوالين المنتجات اللي ليها علاقه برمضان، الاسدال في الفاشون، ايا كان بقى النهارده الاكسسوارز، المصليات، كل الكلام ده، حتى ناحيه المواد الغذائيه، الديكورات. فبالتالي الدنيا بتهدى جدا جدا جدا، وبتلاقي اعلانات ميتا الانجح الفتره دي هي اي اعلان ليه علاقه بالحاجات دي. ولكن لازم تاخد بالك ان في بيع، بس الدنيا مش اقوى حاجه والدنيا هاديه. ولازم تاخد بالك ان شهر فبراير هو 28 يوم، ولازم تاخد بالك ان ال 28 يوم دول اللي هو اصلا المفروض النص التاني من فبراير هتلاقي نفسك يا دوب اول 10 ايام في رمضان، فالدنيا مش تبقى افضل حاجه. فعادي جدا اتحمل ده، بس لازم تبقى عينك اكتر على العيد وعيد الام، الاتنين جايين مع بعض في وقت واحد. فوانت بتبني دلوقتي اعلاناتك المموله، اعرف ان انت هتضرب عصفورين بحجر. اعمل حسابك ان انت هتعدي اول 3 4 ايام من رمضان وتضغط بقوه، وتضغط بقوه. بلاش يعني النهارده تعمل عرض واحد للاتنين، حاول تقسم سيجمنتس. اعمل سيجمنت عيد الام لوحدها، سيجمنت بقى منتجاتك النهارده حسب مين الشرايح بتاعتك اللي ليها علاقه بالعيد. اضغط بقوه من يوم 3 4 رمضان، تكون بس اول يومين 3 عدوا عزومات، ودوس ما تستناش حتى تضغط اخر شهر. لان عايز اقول لكم بغششكم من دلوقتي، المنافسه اخر شهر رمضان هتبقى قويه جدا 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 جدا. افتح اعلاناتك السنه دي بدري شويتين، بعد اول 4 5 ايام في رمضان دوس وبقوه وخليك جاهز. لان انت برضه هتلاقي نفسك في الاخر 2 سيزون رايحين مع بعض. كل سنه كان عندنا عيد، وكان عندنا عيد ام، وكان عندنا رمضان. دلوقتي تقريبا المواسم بتندمج. بس ما تقلقش، الصيف جاي السنه دي طويل، هتعرف تعمل فيه اللي نفسك فيه بامر الله. وهو ده بقى اللي انا بتكلم فيه، ان انت بتعمل الفوركاست بتاعك على سنه كامله، لان في اوقات بتشيل اوقات.